اعرف ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ 4 حاجات. 1، تعرف على الله عز وجل بالقرآن. عمل ايه مع دول، عمل ايه مع دول، جزى دول ايه، بيعمل ايه مع المحسنين، بيعمل ايه مع المتقين، بيحب مين، بيبغض مين، قال على مين يهديه، قال على مين مش هيهديه. 2، اتعرف على الله عز وجل بالسنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تكلم فيها عن الله عز وجل، الحديث القدسية اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال كذا. رقم 3، ان انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلقه وتدبيره، ابص على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه واقول بص الجمال، الله جميل. تدبير ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، بص ده اترفد من هنا عشان يرجع تاني، ولما رجع من هنا بعد 3 ايام والده توفى، وبعد كده ايه لقى شغله ورجع تاني، يا سبحان الله، بص التدبير. فلما اعرف ربنا بالخلق والتدبير اتوكل عليه اكتر. 4، معرفة الله عز وجل بالمعاملة. هتلاقي ان في حاجات ايه ده ربنا بيعاملني كده وربنا بيعاملني كده. شوفي انت لما عملتي المعصيه ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه، شوفي انت لما عملتي الطاعه ربنا سبحانه وتعالى عمل معاكي ايه. هتعرفي ان انت لما تعملي المواضيع الفلانيه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك. هتلاقي مره ربنا سبحانه وتعالى ما فتحلكيش فتبتدي تدوري ايه ده، هو انا عملت ايه غلط عشان ربنا ما فيبقى الانسان من خلال معاملته مع الله عز وجل بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى اكتر.